السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى راجع لكم بتورتايه صنطوطه كده وعسوله وكل حاجه فيها منمنمه كده. بس ايه، قبل ما نبدا بالطريقه والمقادير ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتحطوا لايك على الفيديو ده وتحطوا لي كلام جميل جدا في التعليقات. احنا النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض تورتايه هتكون بدقيق الاسبونج. وهنعملها بربع كيلو دقيق بس من الاسبونج، وهيكون التزيين بتاعها بسيط جدا للمبتدئين. انا عملتها ميكس بين صوص الفراولة ومربى الحليب. اول حاجة بقى نروح على المقادير بتاعتنا. هتكون عبارة عن ربع كيلو اسبونج واربعة من البيضات، عشان انا البيض بتاعي صغير فانا حطيت 4 بيضات. لو انت البيض بتاعك كبير حجمه كبير هتحطي 3 بيضات بس. حطيت كمان ربع كوباية من المية، وهحط معلقة من محسن الجلد. هحط كمان الدقيق بتاعي وهبدأ اشغل العجان بتاعي على سرعة هادية، وبعدين ابدأ اعلي العجان على سرعة عالية، اقصى سرعة عندك في المضرب. وسيبيها لحد ما القوام يتضاعف جدا ويكون هش معاكي زي الكريمة، وهتلاقي لونه بدأ يفتح معاكي. هنا خلاص يعني كنت شغلت المضرب، هي دلوقتي على سرعة يعني بطيئة، وهبدأ اعلي السرعة زي ما انتوا شايفين. وفي الوقت ده هكون انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. وهجيب معايا حله او الصينيه اللي انت هتستخدميها دي مقاس 18. هبدا ادهنها حاجه بسيطه خالص جدا بالفرشه من الزيت، وهبدا افرشها ورق، يعني ورق زبده او ورق رسم او ورق من بتاع التورت والجاتوهات. انا قطعته وعملته على قد الدايره بتاعت الحله من تحت، وفرشته في ارضيتها، وهبدا انزل عليها الخليط. هنا زي ما انتم شايفين كان تقريبا يعني العجين ما شاء الله معايا كان القوام بتاعه هش جدا 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 زي ما انتم شايفين، ولونه بقى ابيض، يعني اللي يشوفه يفتكره كريم. شايفين ما شاء الله تقريبا ملى تلتين العجان. كان حجمه قليل جدا في العجان اول ما حطيته. شايفين اصلا القوام عامل ازاي؟ زي قوام الكريمه بالظبط. ده تعرفي ان الاسبونج بتاعك هيطلع معاكي ما شاء الله يعني ناجح. اما لو هو معاكي زي الميه كده ما مسكش او عمل زي الكريمه زي ما انتم شايفين كده، او عمل المنقار زي ما بنقول، يبقى انت كده تعرفي ان الاسبونج بتاعك فاشل من قبل ما تدخليه الفرن. هنا خلاص انا كنت حطيته في الصينيه وبدات اساوي في وشه وهدخله الفرن زي ما قلنا على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني لمده نص ساعه، او حسب الفرن بتاعك ما يسويها معاكي. هتختبريها بخله او بعصايه بتاعت الشيش طاووق. اول ما تلاقيها طالعه نضيفه تعرف ان هو استوى. هتولعي عليها الشوايه لمده دقيقتين او 3، هتلاقي وشها احمر، تخرجيها من الفرن. انا هنا بدأت اجهز في الكريمة. احنا هنا كنا تاني يوم بدأت اجهز في الكريمة. حطيت كوباية من الكريمة الخام وعليها كوباية من المياه المثلجة فيها قطعة من التلج، وعليهم ربع كوباية من السكر. انا بحب الحاجة سكرها مظبوط، ما بحبش الحاجة سكرها عالي قوي. وبدأت اجيب الكيك بتاعي وبدأت اقطعه. انا هعمله 4 طبقات. شايفين الكيك ما شاء الله هش جدا، طري، لونه فاتح، يعني ما فيهاش غلطة زي ما بيقولوا. انا هنا هبدأ اقطعها على 4 لحد ما الكريمة بتاعتي تتضرب، وهبدأ اجهز علشان ازين التورتايه بتاعتي. على فكرة ما خدتش وقت معايا خالص ما شاء الله، يعني كانت قرفتها حلوة زي ما بيقولوا. كانت جميلة جدا جدا سواء في التزيين او في التسوية وكل حاجة. هنا بقى ايه، شايفين القعدة الدوارة بتاعتي بقى ايه، ما تتريقوش عليها يعني. دي القعدة الدوارة بتاعتي. بحط حلة او صينية مثلا واطية شوية، وبكفي عليها صينية واسعة شوية، وابدأ احط عليها البرد واحط عليها التورتيه بتاعتي وازين. انا جبت البرد حطيت عليه يعني حتة صغننة كده من الكريمة علشان تمسك التورتيه ما تزحلقش مني او تقع. وبدأت احط اول طبقة. اتفقنا ان اول طبقة بتتحط على البرد هي اللي بتكون على الوش فوق، بحطها تحت وبقلبها، وببدأ احط عليها طبقة من الكريمة، وارجع احط طبقة تاني من الكيك، واحط عليها طبقة من الكريمة. اهم حاجة وانت بتحط الكريمة تساويها،
ما تبقاش ناحية عالية وناحية واطية، لان لما تخلصي هتلاقي التورته بميل ناحية عالية وناحية واطية. فوانت بتحطي الكريمة اللي هي في الطبقات في النص، حاولي تظبطي ايدك تبقى كلها يعني زي بعضها، ارتفاع واحد من كل النواحي. إيه انا هنا بقى ايه هفضل احط كده لحد ما اخلص الاربع طبقات. دي تقريبا كانت تالت طبقة، وهبدأ احط خلاص اخر طبقة معانا انا هحطها، وابدأ احط الكريمة على الوش واجلسها من الجناب وابدأ ازينها. هنا خلاص كنت بعمل يعني بجلسها في الجناب. على فكرة يعني خدت معايا وقت اكبر من كده، انا مسرعة الفيديو، يعني هي خدت معايا وقت اكبر من اللي انتوا شايفينه، انا مش بعمل بالسرعة دي. هنا ببدأ ايه يعني الاماكن الفاضية اللي ما تحطش فيها كريمة كويس ببدأ ان انا ازودها بالكريمة، وهبدأ اعمل بالسكرابر بتاعي إيه علشان اشوف مثلا لو في مكان مفيهوش كريمة كويس ابدأ املاه بالكريمة. انا هنا هبدأ بقى ايه اشوف الحتت اللي هي يعني ما فيهاش كريمة كتير وابدأ ازود فيها الكريمة اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنا تقريبا كنت خلاص خلصتها، هبدأ امسح على الوش علشان اسويه اهو. تفضلي وراها لحد ما تبقى يعني ملساء من جميع النواحي. هنا جبت السكرابر اللي هو المشرشر ده، وهبدأ اعمل بيه على الجناب علشان اعمل الخطوط اللي هي بتكون في جناب التورته. وهبدأ بس الاول ايه انضف البورد بتاعي علشان لما اجي احط الصوص يبقى البورد معايا نضيف، ما يكونش ايه عليه اي كريم. دي معايا مربة حليب انا جبتها حطيتها في طبق وحطيت عليها شوية مية من الحنفية عادي مش سخنين ولا حاجة، وبدأت اقلب فيها. بس قبل ما احط عليها المية بديلها تقليبة كده بالمعلقة لحد ما يبقى يعني لونها يفتح معايا، وابدأ احط عليها المية يعني نقطتين مية كده مش كتير، وابدأ اقلبها لحد ما تعمل معايا الصوص الخفيف اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ايه اعمل كده الدريب على الجوانب، وبعدين املى في النص، واجيب الناحية التانية برضو ايه ابدأ احط فيها صوص الفراولة او جليو الفراولة. هبدأ برضو اعمل الدريب وبعدين املى اللي في النص بباقي الصوص اللي معايا. هنا بعد ما بحط الصوص ببدأ اجيب يعني حاجة كده وامشيها على وش التورتة بحيث ان انا افرد الصوص كويس على الوش. هنا خلاص كنت حطيت، شايفين الدريب يعني نازل ازاي. هنا بقى ايه كنت جبت خلة وايه عايزة اعمل يعني ايه ادخلهم في بعض عشان ما تبقاش باينة ان هي نص ونص يعني، بس لقيت شكلها مش حلو فرجيت حاولت يعني اظبط فيها على قد ما قدرت. وهبدأ بقى ايه جبت شوية كده من المالتيزر او الكريسبي وحطيت